في اللقاء ده بيقول لي انا ال5 مليون صوت لما جولي 5 مليون 400 انا ما عرفتش دول جولي منين. انا بقيت مذهول، هم دول مين اللي انتخبوني دول؟ انا ما كانش عندي الناس دي كلها ولا كان في لا ده كان بيتكلم عن الجوله الاولى، بيتكلم عن الجوله الاولى. فانا رديت عليه ويمكن ده ضايقه برضه، قلت له اديك انا معلومه بقى، لان انا كنت مشرف على حمله حمدين صباحي وكنت على اتصال بكل قواعدنا في كل بلاد الجمهوريه من اسوان لاسكندريه، وكنت انا اللي بتلقى التقارير بتاعه اللجان بالساعه، ساعه بساعه. وكان فلتسال حتى ضياء رشوان كان عدى عليا في المكتب وانا بتلقى هذه التقارير، وكان الولاد بيقولوا لي حاجه غريبه جدا. تاني يوم انتخابات في الجوله الاولى، تاني يوم الانتخابات الرئاسيه، الاخوان المسلمين بدأوا ينتخبوا أحمد شفيق، وبيقولوا لي ينتخبوا أحمد شفيق؟ أيوة. قلت لهم إزاي بينتخبوا أحمد شفيق؟ قالوا لي والله يا أستاذ خالد زي ما بقول لك كده، كل العيال بيجيبوا اللي هم المناديب الإخوان بنلاقيهم بيدخلوا ناس ينتخبوا أحمد شفيق عشان يعيد معاه، يعني عشان هو اللي يعيد معاه، لأن هم لقوا اللي هيعيد معاه الأقرب ليه هو كان حمدين صباحي. فعارفين إن لو حمدين صباحي ضد محمد مرسي هيسقط محمد مرسي بالثلث، فمين اللي يقدروا يسقطوه؟ هو شفيق. فادوا له 1,000,000 صوت. من 12 الظهر صدرت التعليمات من مكتب الإرشاد لكل مناديبهم في اللجان، احنا خلاص ضمننا الإعادة، المتبقي من أصواتنا ادوا للفريق شفيق عشان يفوق حمدين صباحي، عشان هو اللي يعيد معانا، لأن ده اللي نعرف نهزمه، مش حمدين صباحي ومش خالد علي ومش أي حد. ما يقدروش يهزموا اي حد غير احمد شفيق. اللي يقدروا يروحوا لعلاء الاسواني زي يعني هذا الرجل القامه الكبيره ويقولوا له شفت هنرجع تاني النظام السابق فيتعاطف معاهم. يقدروا يشوفوا وطني مخلص زي حمدي امديل يقولوا له معقوله يا استاذ حمدي هنرجع النظام السابق فيروح معاهم. يقدروا يقنعوا حتى الوطنيين الصادقين بمنطقهم، لكن في حاله حمدين صباحي او خالد علي او اي حد هيقدروا يقنعوا حد؟ مش هيقدروا، والناس كلها هتنتخب الشخص الاخر غير محمد مرسي. فدي المعلومه اللي انا اديتها للفريق شفيق في القعده، قلت له في 1,000,000 صوت. يعني انت قلت له في 1,000,000 صوت صوت لك من الاخوان المسلمين، من الاخوان المسلمين 1,000,000 صوت، 1,000,000 صوت عشان تعيد مع الدكتور محمد من 12 الظهر ل 8 بالليل لغايه غلق اللجان كل اصوات المتبقيه للاخوان المسلمين، وانا بقول معلومه وليست اجتهاد، ذهبت لاحمد شفيق في الصناديق عشان هو اللي يعيد مع محمد مرسي. ده محصله الحوار اللي حصل بيني وبين الفريق شفيق. ده كل ما حدث تم وكل ما ضاع. لم يحدث. يعني انت ما قلتلوش انه الحل هو انك تنضم، يعني مش عايز اتوقف عن انه جبهة الانقاذ لم تكن قد ولدت بعد. ازاي ما تتوقفش؟ يعني ممكن يكون بيتكلم عن المجموعات السياسية وقتها ودخلت عليه الخيوط، يعني ممكن يكون بيتكلم عن المجموعة بتلتمس له حاجة برضه غريبة. يعني خلينا نضع احتمالات. ممكن يكون بيتكلم عن مجموعة الناصريين والقوميين اللي هي وضعت آمالها في حمدين صباحي. ممكن بس يعني عايز اقول لك حاجة مهمة. ما تكلمناش اصلا في الفكرة دي من اساسها، لانها ما كانتش مطروحة. جبهة الانقاذ كانت وليدة موقف اللي هو بتاع الاعلان الدستوري، فاتجمعت الناس اللي هم كانوا خصوم في وقت من الاوقات. اتجمعت الناس في الحتة دي في اللحظة دي، قبلها ما كانش مطروح هذا التجمع اصلا. اللي هو قاله فيه جزء حقيقي في ان هو اتكلم على الانتخابات البرلمانيه، وقال الحل في الانتخابات البرلمانيه ولازم تنسقوا ولازم تعملوا ولازم يبقى معرفش ايه. وقلت له ده كلام مظبوط. يعني لما نيجي نعمل انتخابات برلمانيه ونبقى بنقول ان احنا عايزين نحرر مصر، وانا مصر ان انا اقول احرر مصر لان مصر محتله من الاخوان المسلمين، احرر مصر من الاخوان المسلمين، لابد من تكاتف كل الناس. لابد من ان هم بيقولوا الاخوان المسلمين بيقول عليهم فلول وهم شعب مصر الاصيل. لان انا ضد كلمه الفلول. وده بقى هاجي بقى لكلامك. الكلام الحادي اللي كان بيتقال بعد الثوره مباشره هو ليه خف دلوقتي؟ الكلام ده كان ممكن يفضل زي ما هو لو الثوره نجحت. لان الثوره فشلت وذهبت الى قوى الثوره المضاده هي التي تجهضها الان وتضربها كل يوم بالنعال. فالان دلوقتي والناس كفرت باللي حصل وشافت ان النظام اللي جه أسوأ 1000 مرة من نظام حسني مبارك، فبدأت تستعيد حسني مبارك. وبدأت يعني أنا قلت في تويتة أحد التويتات إن الإخوان المسلمين لازم حسني مبارك يعمل لهم قصيدة شكر، لأنه الآن لو حسني مبارك مات ملايين هيمشوا في جنازته. لو كان مات بعد الثورة مباشرة ملايين هيمشوا في جنازته. طبعا ملايين هيمشوا في جنازته تحسرا على اللي حصل لهم. ما هو أنا ما يقول لك ما تعرفش قيمة أبوك لما يجي جوز أمك زي ما بيقولوا.